حيلة نفسية بيعملها معاك الشخص النرجسي وازاي ترد عليها. الشخص النرجسي من طبيعته في الخناقات انه بيقلل منك كتير، وعشان هو بيكون مغلول منك فبيطلع الغل اللي جواه عليك. بس بيعمل حركة كده انه بعد ما يقول كل اللي جواه ويقلل منك زي ما هو عايز، لما انت تيجي ترد عليه هتلاقيه بيقفل معاك الكلام وبيقولك بعدين انا مش فاضي دلوقتي. هو ليه بيعمل كده؟ عشان يضمن ان ضربته تكون هي الأخيرة، فيسيبك موجوع ومحروق دمك وجواك كلام عايز تقوله ويمنعك ان انت تقوله، فانت تبقى طالع منهار داخليا، وهو بقى حاسس براحة ان هو قلل منك وسابك زعلان. الخطة اللي انت محتاج تعملها هنا هي انك اصلا ما تبقاش زعلان، بالعكس هو بيقولك نكمل بعدين. انت بكل هدوء قوله طب يا ريت بجد، اصل انا مستعجل وعندي حاجه اهم بكتير عايزه اخلصها. تسلم بجد، انت حسيت بيا، نتكلم بعدين. وكأنك اخدت كلمته حجه، ولما صدقت اصلا ان هو طلب كده وكأنك عايز تمشي من بدري. هنا بقى النرجسي مش بيتحمل فكره ان في حاجه في الحياه اهم منه، فالحركه دي هتستفزه جدا، وبدل ما كان بيطلب تأجيل الكلام هتلاقيه ان هو اللي بيجري وراك عشان يكمل كلام. فهيقولك تعالى تعالى، شغل اهم مني يعني ولا ايه؟ في الحالة دي بقى انت، معلش استأذنك بس عشان هنكمل كلام، ما تقلقش بجد. ازاي يبقى عندك الثبات الانفعالي ان انت تتصرف كده في حين ان انت فعلا محروق دمك؟ عن طريق حاجة واحدة بس، ان انت ما تخليهوش يلقط حاجة انت عايزها. هو لقط عندك ان انت محتاج تتكلم ومحتاج ترد على كلامه، عشان كده قالك نتكلم بعدين. لو لقاك ان انت كمان في صفه وانت كمان عايز تتكلم بعدين، هيتراجع فهيندهلك تاني وهيبقى عايز يكمل كلام تاني. ساعتها بقى تقدر انت اللي تتحكم وتستأذن. حتى لو هو بيتخانق معاك وحرق دمك بالكلام، ما تحسسهوش بالبادي لانجوج بتاعتك ان انت مستنيه يخلص عشان تتكلم، او ان انت عمال تقاطعه وتدافع عن نفسك. استناه يخلص كلام خالص وبعد كده اقول له ايوه فاهمك، هو المفروض ان احنا، واتكلم بكل برود. لان لو هو سمع بس او حس ان انت عايز تتكلم هيقولك بعدين بقى ان شاء الله. فما تدهوش نقطة ضعفك.